السلام عليكم، مرحبا من جديد، كباركم صغاركم أهلا بكم. لازال موضوعنا عن الحسابات ووصلنا إلى ما هو أهم، وهو شهر رمضان الذي سمي بشهر من الأشهر العربية أو الأشهر الإسلامية أو الهجرية، شعبان، رمضان. وذكرنا الخلل الذي أو إهمال تعديل الحساب الهجري في وقتنا، ولا زال في وقتنا هذا. أصبح كل الذكريات تدور حول الفصول، اختلت كل الذكريات، ذكرى مولد النبي عليه السلام، ذكرى عاشوراء، ذكرى هجرة النبي، ذكرى الغزوات، أي ذكرى تضعها في وقتنا هذا بحساب هجري عربي إسلامي، تضعها تختل ولادتك، تختل أمور أو أحداث يعني آه، أو تاريخ أمر ما، فبعد سنوات سيختل وذكرنا سبب ذلك، وقلنا باعتراف ابن كثير الدمشقي في تفسيره للآية الكريمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، وذكر أن العرب في تفسير هذه ذكر الأشهر، أسماء الأشهر أو الأسباب، أسماء الأشهر والأحداث التي تتعلق بها، وذكر وكانت جماد، سمي لجمود الماء في حتى شهر جماد، أو الذي منطقيا يجب أن دائما يصادف الشتاء، فصل الشتاء، ولكنه بعد إهمال التعديل أصبح هو أيضا يدور حول الفصول. وقال في النهاية، قال وكانت الشهور في حسابهم لا تدور، ورأيناها في حلقات سابقة. إذا كان العرب قديما يعدلون وواقفين قائمين على الحساب القمري لتعديله وجعله مثل الشمس في وقتنا هذا، سواء حسبت بالقمر أو حسبت بالشمس لا إشكال فالشمس سخرها الله تعالى للجميع، والقمر سخره للجميع، والفصول مسخرة للجميع، والأيام والليالي مسخرين لجميع الناس والمخلوقات. إذن وكما ذكرنا الكارثة الكبرى وهي رمضان الذي نصومه مرة في السنة، ومفروض للمؤمن الصالح التقي. إذن فيجب أن نصوم الشهر الذي أنزل فيه القرآن، قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن قبل هذا، سندخل أين هو الشهر بعدما اختل في الشهور العربية وأصبح يدور حول الفصول. أين ذلك الشهر رمضان الحقيقي الذي صامه الأنبياء؟ لأن الله تعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كل الأنبياء والرسل صاموا رمضان صياما رمضان واحدا. لا يوجد نبي صام رمضان مختلف عنا أو مختلف عن نبي آخر، بل صياما واحدا، شهرا واحدا، ليلة القدر تبقى ثابتة وواحدة، الذي عايشوها كل الأنبياء والصالح. إذا أين ذلك الشهر؟ سؤال يبقى مطروح، أين ذلك الشهر؟ أين تلك الليلة المباركة التي اختارها الله تعالى على سائر ليالي السنة، وخاصة على سائر ذلك الشهر الذي بركتها شملت 30 يوما بليالي؟ أين تلك الليلة من تلك الشهر؟ وأين ذلك الشهر في أي فصل في السنة؟ أو في الأشهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر.
في تلك الأشهر 12 الله تعالى الذي جعلهم منذ خلق السماوات والأرض. إذا نستهل قوله تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر هي خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن رمضان وقع له مثل ما وقع للذكريات: ذكرى ولادة النبي، ذكرى عاشوراء، ذكرى غزوات، ذكرى هجرة النبي. إذن فاختل، ونريد أن، وقوله تعالى نتذكر دائما أن القرآن تبيان لكل شيء. إذن فرمضان يجب أن نجده في القرآن. رمضان الحقيقي أو صيام الأنبياء، رمضان الحقيقي يجب أن نجده في القرآن فقط. استهلنا بسورة القدر. وإذن قوله تعالى: تلك الليلة المميزة خير من 1000 شهر، خير من تقريبا أكثر من 83 سنة. تتنزل في تلك الليلة الملائكة والروح جبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر. تقع أمور عظيمة وحكيمة في تلك الليلة. وسلام هي حتى مطلع الفجر. تلك الليلة فيها سلام وأمن، وتقع فيها أمور عظيمة وحكيمة، وتنزل الملائكة وخير من 1000 شهر، وينزل رئيس الملائكة وهو جبريل بالوحي. إذن أين تلك الليلة المباركة في ذلك الشهر المبارك؟ نستاهل قوله تعالى. نكمل موضوعنا واحدة واحدة لكي نفهم بعمق. قوله تعالى في سورة الدخان: قوله تعالى: حاميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. يتكلم عن الكتاب القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. تلك الليلة مبروكة. الله تعالى راه يزيد يمدح فيها ويوصف لنا فيها أوصاف وماذا والأحداث التي تقع في تلك الليلة. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق، في تلك الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. أمور حكيمة تقع في تلك، يفرق فيها أمور حكيمة وعظيمة تقع في تلك الليلة. أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. إذن غادي في تلك الليلة يرسل فيها نبي، يتعين فيها نبي، يترسم فيها نبي في تلك الليلة. وهذا الليلة كي يترسم فيها نبي، والله تعالى يعين نبي ويختار نبي، غادي تنزل معاه وحي، غادي ينزل معاه وحي، أول وحي. غادي يتكلم الله، غادي ينزل عليه الوحي. إذن إن كنا، نعيد الآية: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. غادي يبعث الله تعالى ويختار فيها نبي،
ومعه الرسالة، الوحي، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن هذه الليلة المميزة المباركة التي فيها أمور عظيمة وحكيمة، يفرق فيها أمور كبيرة وعظيمة، يختار فيها الأنبياء، ينزل فيها الوحي، مبروكة، خير من 1000 شهر، سلام هي حتى ما فيها السلام حتى مطلع الفجر، خير من 1000 شهر، وما أدرك ما ليلة القدر، بيت اسمها ليلة القدر. إذن هذه الليلة أين هي الحقيقية؟ بهذه الليلة سنكتشف الشهر، وبعدما نكتشف الشهر نكتشف الفصل الذي مرتبط بذلك الشهر، وهذه الليلة هي ذكرى نزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. تلك الليلة هي ذكرى، يعني ندور سنة كاملة ونرجع لتلك الليلة. إذن انتظرونا للتوضيح أكثر وبعمق أكثر، ونحيط به علم من كتاب الله، تبيان لكل شيء. تقول لا يعلمكم الله، الدين هذا للجميع. انتظرونا. سلام.